يعني أي اجتماع وأي قرارات يعني بيبتغيها التنظيم الدولي من اجتماعه في تركيا على حسب ما جاء في الصحيفة التركية فيما يخص المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس. هو الحقيقة جماعة الإخوان المسلمين سواء التنظيم المصري أو التنظيم العالمي بشقيه، لأن في تنظيم عالمي المقصود به المرتبطين بعضوية داخل جماعة الإخوان المسلمين اللي اسمهم الإخوان المسلمين، زي اللي في الأردن، زي اللي كان في العراق، اللي كان في سوريا، اللي موجود في الدول العربية، أو التنظيم العالمي الأكثر شمولا اللي هو موجود في الدول الأوروبية، وربما ما بيكونش اسمه جماعة الإخوان المسلمين وما فيهاش مراقب عام. التنظيمين دول ومعاهم تنظيم مصر بيمروا بأزمة كبيرة في المرحلة الحالية، أزمة على مستوى التنظيمات، وأزمة على مستوى الفكر، وأزمة على تطبيق المشروع نفسه، لأنه تقريبا المشروع شبه سقط في وجدان الشعوب الإسلامية والعربية اللي كانت تأمل من الإخوان المسلمين أنها تعمل لها مشروع إسلامي كبير. الأزمة دي متمثلة في انهيارهم في بلد المنشأ اللي هي مصر، وانهيار تام، فبالتالي هم بيحاولوا ان هم يعيدوا وجودهم مرة اخرى. في عندي مشكلة، التنظيم العالمي عنده مشكلة كبيرة في مصر، وعنده مشكلة كمان ان العقد بينفرط منه، عنده تنظيمات بدأت تخرج بره دائرة التنظيم الدولي اللي بيدير المعركة حاليا بدلا من التنظيم المصري. طول عمر التنظيم المصري طول عمر التنظيم المصري بيدير هو حالة الإخوان في العالم. التنظيم المصري بعد ما اللي حصل بعد 30/6 ودخولهم في صراع مع الدولة المصرية وأيديهم أصبحت مغلولة شوية، التنظيم العالمي هو اللي بيدير في العالم. أول مشكلة عنده الأردن النهاردة ربما تخرج من دائرة التنظيم، وربما تلجأ إلى أن يتم اعتمادها داخل دولة الأردن بأنها تبقى حزب أو تبقى جمعية رسمية ملهاش علاقة بالتنظيم الدولي ولا بفكرة الإخوان. كان عندهم أزمة قبل كده مع إخوان تونس لأنهم رفضوا تعليمات التنظيم الدولي ونجحوا، فأصبح عنده علامة نجاح موجودة في تونس وعنده بوادر انشقاقات. أعتقد نفس الشيء برضو. نعم، الكويت كمان نفس الشيء. الكويت على اللائحة، الكويت والبحرين وكل المناطق، وخصوصا انهم ايضا فشلوا في اليمن وكانوا يعني وضعهم مخزي وواضح وفاضح. بالتالي عنده مجموعة من المشاكل هو محتاج ان هو يحلها في القريب العاجل. اكبر مشكلة بيواجهها اضافة الى هذه المشاكل هي مشكلة المؤتمر الاقتصادي، لان هو لو حل مشكلة مصر، تنظيم الاخوان في مصر، واستطاع ان هو يثبت اي نجاحات داخل القطر المصري، ربما يقدر ان هو يجمع مرة اخرى التنظيم في الحلقة اللي هو عايزها. بما انه الاجتماع ده الحديث عن انه كان خاص بالمؤتمر الاقتصادي، وبما انه هو ده دلوقتي الشغل الشاغل لجماعة الاخوان واتباعها، ايه اللي ممكن يكون اتخذ من قرارات مثلا من هذا الاجتماع فيما يخص المؤتمر؟ هيعملوا ايه يعني؟ ضخ اموال خلال الفترة اللي جاية، محتاجين عمليتين نوعيتين، عملية كبيرة تجاه الجيش المصري، عمليات صغيرة في المجتمع المصري زي ما كان بيحصل بقى على مدار اليومين اللي فاتوا. ما هو احنا لازم المشاهدين متعددة. نعم، لازم حضرتك والمشاهدين نعرف هم عايزين يعملوا كده ليه وليه. نتوقع الاثنين دول. اولا العمليه الكبيره للجيش المصري لكسر الهيبه لدى افراده ويثبت نجاحاته، انه لان بعد الضربه اللي تمت في ليبيا عند الشعب المصري ثقه في قوته كبيره جدا، بعد ما كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا رسائل سلبيه ان الجيش بتاعنا جيش مكرونه وجيش صلصه. فالنهارده عندنا ضربات قويه وحقيقيه ويفخر بها كل مصري، فعايز يثبت ان هو ايضا غير قادر على الدفاع عن نفسه. دي واحد. اثنين، لابد انه يثبت ان هناك عمليات عبر التفجيرات والقنابل الموجوده في اماكن متعدده منها للناس، مش بالضروره تجاه شرطه او تجاه جيش، لانها بالفعل موجهه للناس دلوقتي، للناس، علشان يقول للعالم الغربي مش للمصريين ان مصر غير امنه للاستثمار. فارجوكم ما توصلوش استثماراتكم. حتى لو تم انعقاد المؤتمر فيكون بلا فاعليه. هذا ما يريده التنظيم الدولي حاليا وما يسعى اليه الاخوان المسلمين في المرحله اللي احنا موجودين فيها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بعدد من الخبراء الشباب اللي هم اعضاء في المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه، واللي مهمته المساهمه في طرح افكار عمليه قابله للتنفيذ.